5 حاجات اوعى ما تعملهمش بعد الوقوع في الذنب، يعني اوعى تروح تنام الا لما تعملهم، لان انت لو ما عملتهمش ربنا عز وجل هيغضب عليك او هينزل سخطه وغضبه عليك. مش بس كده، كمان ممكن يكون نازل لك رزق من السماء في الوقت ده وربنا عز وجل يمنع الرزق ده عنك بسبب ان انت ما عملتش الحاجات دي. انا بقى جاي اقول لك على ال5 حاجات دي بنص سيدنا النبي، بس قبل ما اقول لك هتخش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، ولازم تعمل لايك للفيديو ده علشان ينتشر واللي ما يعرفش يعرف، وتاخد الاجر والثواب وتدل على الخير كفاعله. اول حاجه لازم تعملها تحسن الظن بالله، يعني ما ينفعش بعد كل ذنب تعمله تقول انا ربنا مش هيغفر لي، انا ربنا غضبان عليا، انا ربنا مش هيسامحني، وتتمادى بقى في الذنب. لا، لازم تحسن الظن بالله، وخليك عارف ان ربنا عز وجل مستنيك ان انت تتوب. ربنا عز وجل بيتوب على اي حد، ربنا ارحم منه مفيش. فلازم تحسن الظن بالله علشان ربنا يتقبل منك التوبه. ربنا عز وجل بيقول في القران قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، يعني اوعى تيأس ولا تمل من رحمه ربنا. خليك عارف ان ربنا عز وجل هيغفر لك وهيسامحك، بس كل اللي عليك ان انت لازم تتوب وترجع لربنا. رقم 2، لازم تقوم دلوقتي حالا من مكانك وتستغفر ربنا. يعني ما ينفعش ان انت تفضل تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، لا، استغفر ربنا بنيه خالصه، بنيه صافيه من جواك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. كررها كتير، كررها 100 مره 200 مره على قد ما تقدر. رقم 3، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله وانت ساجد، ما تبطلش دعاء، ادعي كتير على قد ما تقدر. ادعي يا رب اغفر لي، يا رب امحو ذنبي، يا رب انا ما كنتش اقصد اعمل كده. كلم ربنا، كلم ربنا، قول له يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انا مش هعمل الذنب ده تاني، يا رب انا ضعيف وانت القوي، يا رب انت الرحيم، يا رب انت الغفور. كلم ربنا كتير وانت ساجد، ادعي ربنا، ادعي ربنا على قد ما تقدر في الركعتين اللي انت بتصليهم، علشان ربنا عز وجل اول ما بتعمل الذنب او المعصيه ما بتتكتبلكش سيئه غير بعد 6 ساعات. يعني ربنا بيأمر الملائكه ان هم يصبروا 6 ساعات ما يكتبوش السيئه دي في الدفتر بتاعهم، لعل وعسى ان انت ترجع او تتوب. فما تعملش المعصيه وتأنتخ، لا، قوم اتوضى وصلي وادعي ربنا كتير واستغفر ربنا، ربنا هيتقبل منك. رقم 4، تتبع السيئه الحسنه تمحوها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، يعني مع كل ذنب انت بتعمله وبترجع تتوب، الحسنه دي بتمحي السيئه تماما. مش بس كده، كمان ده ربنا عز وجل بيبدل كل السيئات دي بحسنات، فخليك عارف ده كويس قوي. رقم 5 بقى واهم حاجه، اي حاجه كانت بتوصلك للذنب او المعصيه دي ابعد عنها تماما. يعني لو انت مثلا بتبقى قاعد في الشقه لوحدك او الخلوات بمعنى اصح، ما تقعدش لوحدك. التليفون ده مثلا ما تمسكوش في ايدك كتير، ابعد عن الحاجه اللي بتقربك من المعصيه. اول ما تحس ان انت خلاص هتعمل المعصيه، قوم اجري اتوضى وصلي ركعتين لله. صدقني ساعتها مفيش ذنب ولا في معصيه هتعملها، قسما بالله. انت لو عملت ال5 حاجات دول ربنا هيتوب عليك وهيغفر لك، وعمرك استحاله ان انت ترجع لذنب او معصيه تاني. فكر